يا صباح الفوقان على كيفة القهوة في كل مكان. ناس كتير طلبت مني ان انا اجرب القهوة البرازيلي الجديدة اللي منزلها نابريسو. القهوة دي هي فازندا بيبري. الفازندا بيبري قهوة برازيلي عالية الجودة، بيبري كمان، يعني انت بتتكلم في نوع حبوب مختلف عن النوع العادية. ان حباية القهوة بدل ما بيبقى فيها 2 حباية من جوه، لا، بيحصل لها تطور جيني كده وبتبقى فيها حباية واحدة بس. فده معناها انها بتبقى غنية اكتر، السكريات فيها اعلى، طعم القهوة فيها كمان احسن بكتير. خلونا كده نجرب مع بعض. هقول لكم شوية معلومات عن القهوة دي قبل ما نبدأ نعمل القهوة مع بعض. مبدئيا هي ارابيكا 100%. المفروض ان احنا نلاقي فيها شوية نوتس ليها علاقة بالكراميل، بالشوكليت، بالسكر البني، حاجة كده قريبة شوية من الطعم الكلاسيك للقهوة اللي احنا عارفينها، بس مع كواليتي اعلى شوية. قررت النهاردة ان انا هعمل القهوة دي بالبيكو بريسو. ليه بالبيكو بريسو؟ لان كل اللي رشح ليا القهوة دي قال لي اعملها بروفيشنال ماشين. وانا بصراحة اكتر اداة عندي بتطلع قهوة قريبة جدا من المكن البروفيشنال هي البيكو بريسو. على العموم هتلاقوا الفيديو للبيكو بريسو موجود دلوقتي، هيطلع لكم على الشاشة لو عايزين تشوفوا ريفيو عنها. تفاصيلها كتير بس صدقوني بتطلع قهوة حلوة جدا. بدأت كده اعمل القهوة، واول ملاحظة ان القوام مش تقيل، القوام متوسط وده باين جدا. عملت كريمة عالية جدا ولونها ذهبي. الريحة باينة جدا، فيها ريحة الكراميل، ريحة السكر المحروق. الطعم جامد جدا جدا. خلوني اقول لكم انا حسيت بايه في الطعم. زي ما قلت لكم كلاسيك اسبريسو، قوامه متوسط. طعم الشوكليت مع الكراميل باين بشكل مش طبيعي. فعلا النوع ده يستحق انك تجربه. انبسطت قوي ان انا جربته، واستنوا ان شاء الله هجرب لكم انواع تانية، لان انا عندي 4 أو 5 انواع جداد.